فاضل، بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء، مناظرة سيئة وملحوظة، ويشتغل في محل نساء. جيت قلت له يا فلان أنت تناظر؟ قال لا 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 ماني بناظر. قلت أقول لك تناظر لا تقدر تضحك علي، لكن تبي العلاج ولا ما تبيه؟ علاج 100 بأمر الله يقطعك. قال لي يوخر عني النظر. قال والله يا أخي إني مبتلى به، الشيطان لاعب علي. قلت طيب تبي؟ قال وش هو؟ قلت شوف ناظر على كيفك، بس بعد كل مناظرة رح توض وصل ركعتين. قال ذي كثيرة. قلت أقول لك النار ولا الجنة؟ قال الله لا بالجنة. قلت ركعتين والله الشيطان بيغض بصرك. قال لي طيب. قلت كلمني بعد شهر. ركعتين وسيعينك ربي، ركعتين وسيقهر الشيطان. في الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الإبرة يحترق الشيطان. المهم بعد شهر كلمته قلت له ها كان أخبار؟ قاعد يضحك. قلت ليش؟ قال والله يا دكتور الأسبوع الأول 10 تسليمات، 8 تسليمات 10 تسليمات. قلت والثاني؟ قال 5. قلت والثالث؟ قال 2. قلت هالحين أسبوع؟ قال 1. قلت طيب كلمني بعد أسبوعين. قال طيب. ما كلمني، كلمت أنا. قال يا دكتور والله انقلها عني إني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضوء لا تناظر الله يقطعك لا تناظر. ما يقدر. من اللي يمنعه؟ الشيطان. ليش؟ لأنه بيغفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان يقول والله لا بعدين تسلط على المحل قال لي تقعد في الاستقبال، أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت ادخلي. قلت طيب ما تناظر؟ قال لا والله أول ما ارفع نظري أبرفع بناظر يقول لي الشيطان وين في وضوء في الصلاة، بس يقعد يقول خلاص انقطع. الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه، اسمع ذي تكفى اتركه، يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن. لأني شلون؟ قلت المدخن بكيتين شو بقعد يصلي 24 تسليمة. في القنفذة جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت، ما عاد هاللعين هالدخان عجزت أبطله. قلت تبي تتوب؟ قال لي والله يا أخي أزعجني، عجزت كل شيء سويته. قلت اسمع بعد كل سيجارة ركعتين. أنا قاعد في القنفذة 3 أيام. قل لي إيش صار لك؟ قال ركعتين. قلت إيه بس. قلت اسمع وضوء تروح توضأ حتى لو أنك متوضي. المهم راح أول يوم شفته آخر يوم شافني قاعد يضحك. المهم بعد المحاضرة جاني ايش تتوقعون؟ قال والله يا دكتور أول يوم 5 سجاير، من 30 سيجارة إلى 5 سجاير، صرت إذا طلعت بولعها. قال لي الشيطان وين مو بلازم يا أخي مو بلازم، فيها وضوء فيها صلاة. لا 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 لا. يقول أول يوم 5 وثاني يوم 3 وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا وأنا قاطعها. ما يقدر. والله يا أخوان ما كنت أتصور أنها تنفع في الدخان. فعلى الإخوان حقين الجمعية يشيلون أوراقهم ذي لقينا العلاج. اللي يبي يبطل الدخان يتوضأ ركعتين. إخواني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله. الشاهد أني زرت الجبيل في المخيم من 2 شهر الظاهر، وركب معي شاب قال يا دكتور ممكن أركب معك روح الفندق مع الأخ عشان بقول لك قصة عندي. قلت تفضل. ركب. قال يا دكتور تذكر شريطك الفلاني؟ قلت نعم. قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر لي 2 أو 3. يوم قريت أعجبتني الفكرة. قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر 100 ركعة. قلت سوابك؟ قال صار يقومني الفجر الآن لي 1.5 سنة قبل الأذان ب10 دقائق وربع ساعة. قم أنت وجهك هذا نوى ما طبق 100 ركعة يا ظالم. قم صلي الفجر. يقول لي 1.5 سنة. في المؤذن يوم شافني أجي وأقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح أنت راعي طاعة. ما درى أني أنا حركت الشيطان وجيت. يا أخوان والله ما يقدر عليها. إذن لا بد لي وإياكم من همة، لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذبحتنا وأين الهمة؟